اظن احنا الايام دي يا جماعه موسم الرمان مش ممكن نعديه ابدا ابدا الا لما نعمل منه احلى واحلى وصفات معانا، واهمها مشروب اللي احنا بنشربه في محلات العصير المميز جدا بلونه الاحمر الجميل ده. تعالوا بقى نشوف عملناه ازاي مع بعض. اول حاجه انا عندي زهره الكركديه اللي كلنا عارفينها، وعندي شويه من الميه. هحط عليها الكركديه وهرفعه على البوتاجاز. اول ما يبتدي يسخن معايا ويبتدي في الغليان هسيبه يغلي لمده 10 دقايق. تعالوا بقى نشوف ازاي هنقطع الرمان بتاعنا او نفرط الرمان بتاعنا باسهل طريقة. انا بشيل الدايرة بتاعت الرمان من فوق زي ما احنا شايفين، وببتدي ادخل السكينة في جوانب الرمان نص نص داخلة كده مش للاخر. هبتدي بقى افتح الرمان زي ما احنا شايفين كده. عندي ايد هون او معلقة خشب او اي حاجة تقيلة، وهدق عليها على الرمانة هينزل معانا بكل سهولة. معلش انا الكاميرا كانت فصلت معايا، بس هنشوف ازاي هنا كان بيطلع معانا باسهل طريقة. بصوا انا بخبط عليه من ورا كده فبينزل معانا بكل سهولة. شايفين فعلا ما بياخدش معانا وقت خالص. يعني انا لو معايا كمية كبيرة من الرمان فعليا مش هتاخد مني وقت خالص، هيكون جاهز معانا. لو فضل بقى في القشرة بعد حاجة بسيطة كده بطلعها وبرضو ما بتاخدش وقت خالص. طبعا انا لازم ابقى لابسه جوانتي في ايدي لان الرمان الميه بتاعته بتبوظ الايد بعد ما بخلص. شايفين ازاي بيفضى بسرعه؟ اللي وصل معايا في الفيديو لغايه هنا يا جماعه ما ينسانيش بقى في اللايك وتعليق حلو منه كده عشان يشجعني ان انا اكمل في فيديوهاتي والقناه توصل لاكبر عدد من المتابعين. بصوا بقى خلصنا بقى الكميه اللي معانا كلها. بعد كده لو في بقى اي قشره من الرمانه اللي هي القشره البيضاء اللي جوه ببتدي ان انا اشيلها عشان ما تظهرش معايا في العصير وتضايقني وانا بشرب العصير بتاعي او باكله او كده. عندي بقى كميه من السكر، والسكر ده ملوش كميه معينه، ده على حسب التحليه بتاعتي. انا هحطه هو سكر حبيبات. هبتدي انزل بيه على الرمان وهركنه على جنب لما السكر بتاعي ده يدوب خالص ويتحول بقى لسائل كده ما بقاش حبيبات يعني. عندي الرمان بتاعي بعد ما غلي الكركديه معلش بعد ما غلي معايا. شايفين مركز جدا ازاي؟ حاجه كده جميله. واحنا طبعا عارفين فوائد الكركديه ومن اهمها ان هي بتظبط ضغط الدم في الجسم. ده بعد ما سبت الرمان بتاعي نص ساعه والسكر بتاعي داب خالص ابتديت انزل بيه الكركديه بتاعي عليه. وهحط كميه قد ايه؟ الكميه دي براحتي. انا بحب الكركديه كتير هزود، بحبه مثلا قليل مش هحط كتير، او يكون متوسط يعني نسبه وتناسب بين الرمان وبين عصير الكركديه. شايفين يا جماعه اللون؟ شايفين اللون؟ حاجه كده جميله بصراحه، طعمه حكايه، وخاصه لما نحطه بقى في التلاجة نشربه بقى عصير بارد كده. طبعا هي مش حاجه جديده بس احنا بنفكر بعض مش اكتر لما بتبقى الحاجه موجوده عندنا. انا بقى حبيت ان انا ازود الموضوع كده للولاد، فابتديت ان انا احط لهم بقى في الكوبايات زي ما بنجيبه من محلات العصير. طبعا من اهم فوائد الرمان ان هو بيقوي لنا جهاز المناعه، واللي عارف فوائدها يا جماعه يكتب لنا في الكومنتات. لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والشير ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد.